الخير لعلكم تفلحون. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة حلويات ام قمر. فيديو جديد، وصفة جديدة ان شاء الله. اليوم غنشارك معكم البسطيلة ديال 8 د الناس. صراحة كتجي من ألذ ما يكون، كتجي معلكة بلا بيض وكذلك بلا لوز. مهم نتوما غتبعوا معايا الفيديو حتى الاخير باش تكتشفوا معايا طريقة التحضير ديال هاد البسطيلة اللي ديال الدراوش، وفي نفس الوقت بسطيلة هماوية ديال تحمير الوجه. الصراحة كتجي بنينة بزاف ومعلكة وفي نفس الوقت مقومه. نتوما غتبعوا معايا الفيديو وفي الاخير غتشوفوا معايا كي جات من الداخل. فنخليكم مع طريقه التحضير. بسم الله على بركه الله. فاول مكون غنحتاج هنايا نص ديال ربطه ديال قزبور ونص ديال ربطه ديال المعدنوس. بطبيعه الحال من بعد ما كنقيه وكنغسلوه وكنخليه حتى كينشف تماما. وهنايا عندي الكميه ديال البصله. بالنسبه للبصله كانت متوفره عندكم الحمراء ديروها، او ديروا الحمراء والبيضاء. انا كانت متوفره عندي غير هذه، ولكن كل مرة باش كنخدموا البسطيله يعني على حسب الموسم. حيت في هذا الوقت دابا راه كاين البصله البيضاء. وبالنسبه للبصله الحمراء راكم عارفين الثمن ديالها في راه واصل، راه مرتفع بزاف. والكميه ديال البصله اللي غنحتاج انايا 3 كيلو ديال البصله. صافي من بعد ما كنقشرها مزيان، ومن بعد كنغسلها وكنخليها بطبيعه الحال حتى كتنشف باش هكا ما تطلق بزاف ديال الماء. هنايا في الاول راني مقشره هنايا 2 كيلو، ومن بعد غادي نزيد كيلو اخر. صافي وكنجيب انا الهاشوار، ومن بعد كنقطع البصله اللي كتكون هكا كبيره على 3، واللي كانت صغيره كنخليها هكا، اللي كانت متوسطه كنقسمها على 2. ومن بعد كنجيب انايا كنغطيو وغادي ندير يعني بحال غادي نهرمشها. ما خاصهاش تكون رقيقه بزاف، ما خاصكمش تطحنوها بزاف باش ما تطلقش لكم الماء، غير هي تكون بحال هكا كتكون باينه واحد شويه، ماشي كنقطعوها بزاف رقيقه. انايا غير كميه كانت كثيره والبصله راه كتحرق، وقلت علاش لا انني نخدم بهاد الهاشوار. انا بعض المرات اغلبيه كنقطعها، ولكن دابا بما ان كاين الهاشوار اللي غادي تسهل علينا لان البصله كانت كثيره. صافي هكا دغيا دائما كنحط هكا هاد الموس، ومن بعد كنحط البصله وكنبقى نضرب مره حتى ل3 المرات هكايا، ولكن ما كنبقاش هكاك مستمره في الطحين. يعني كندير كنضغط وكنوقف كنضغط كنوقف، يعني 3 المرات. صافي راه هو جدا لينا البصله كتكون هكا مشلضه رقيقه. كنبقى هكا مستمره. ومن بعد داك الربيع حتى هو غادي نقسموه على 2، ومن بعد غادي نقطعوه رقيق. بغيتو انكم تخليوه هكا، بغيتو انكم تقطعوه كيف ما بغيتو. انا كنفضل انني نقطعوه باش هكا كيجيني باين ويعطي البنه واللذه في هاد البسطيله ان شاء الله. وبالنسبه للكميه ديال الدجاج غنستعمل في هاد البسطيله 2 كيلو و400 او حتى 2 كيلو ونص، على حساب الدجاجه شحال فيها. صافي وبالنسبه للدجاج انا كان عندي في المجمد هذه مده ديال 20 يوم عفوا. من بعد ما كنغسلوه مزيان، ما تكثروش الحامض باش هكا ما يطلقش الحموضه. صافي من بعد كنخليوه في كونجيلاتور حتى النهار اللي غنحتاجو، وصافي كنحيدوه. وهذا هو الدجاج، نص دجاجه كامله مع واحد 2 ديال الصدوره باش يجيني داكشي هو هذاك. الكميه هذه هي. وبالنسبه للتوابل كنت موجداهم او العطريه، فلقيت بنتي رونات ليا كل شيء، ولكن انا غنذكر معكم شنو درت في هاد التوابل. كناخذ واحد البول غنضيف فيه واحد نص كاس ديال الماء، وكنزيد مغرفه صغيره ديال الملحه، مغرفه صغيره ونص ديال الخرقوم، كذلك مغرفه صغيره ونص ديال السكينجبير، مغرفه كبيره ديال التوابل ديال بسطيله حلوه، وكذلك مغرفه صغيره ديال القرفه عفوا. وكذلك كنضيف ملون غذائي. ممكن انكم ديروا زعفران شعراء او ديروا ضمه الزعفران. انا بزاف ديال الاخوات غيقولوا غير صحيه هاد الزعفران اللي راكي مستعملها، ولكن انا ما نقدرش انني نستغنى على هاد الزعفران. وكذلك كنضيف كيف ما ذكرت معكم التوابل ديال البسطيله، وضفت كذلك نص مغرفه ديال البزار. صافي ومن بعد كندهن مزيان داك الدجاج بهاد التوابل. كناخذ هاد الطنجره كنحط في الاول شويه د البصله، كنحط كذلك داك الدجاج والربيع، وكنعاود نحط البصله. انا باش ندير
واحد الطنجره كبيره، انا درت هذه صغيره ولكن راه خليت هنايا هذا الشيء كله واحد المده ديال 4 سوايع بحال هكا. عاد قلبت هذا الشيء كله في واحد الطنجره اللي كانت كبيره. خاصكم ضروري انكم تخليو هذا الدجاج يتشرب شويه دوك التوابل او العطريه. راه باقيين التوابل عاد غنضيفهم. صافي كنزيد داك الربيع كله وزدت واحد الكاس ديال الماء، غسلت غير داك البول وصافي. صافي هنايا بالنسبه للكميه ديال الزيت كندير كاس العنبه عامر من الزيت. هنايا كلشي قلبته في ديك الطنجره اللي كبيره. صافي كنخليه حتى كيطيب الدجاج، ولكن الدجاج ما تخليوش حتى كيذوب، غير كيطيب. المهم كيكون طايب تخليه الطياب. صافي وكنحيدو وكنحطو في واحد الطبسيه، ومن بعد غادي نفرتت داك الدجاج حتى كيبرد تماما. وبالنسبه لهذه التغميره غنخليها طيب على خاطرها ما زدت لا ما لا والو. صافي هنايا كنزيد كميه ديال السكر. انا الحلاوه دائما كتبقى على حسابكم. انا ضفت 8 د المغارف حتى ل 10 د المغارف كبار ديال السكر سنيده، وزدت كذلك مغرفه صغيره ديال القرفه، وكذلك كيس ديال زهره البرتقال. هي المهم ديك النكهه. وفي الاخير راني ضفت واحد 3 د المغارف هكا كبار ديال ماء الزهر. صافي ومن بعد كنخلي الدغميره حتى كطيب وكتشرب مزيان. وكاينين بزاف د الاخوات كيبغيو يديروا البيض، انا هنايا ما كنبغيوش البيض بزاف في البسطيله، ولكن كنخليه حتى كيتشرب مزيان ديك الدغميره حتى كتشرب. وكنحيد شويه ديال الزيت منها باش هكا من بعد غندهن بها البسطيله لانها كتطلق شويه ديال الزيت. وهنايا عندي درت هنايا معكم حتى البريوات والمحينشات. بالنسبه للبريوات راهم كاينين في القناه. انا باش غنختصر معكم باش ما نطولش معكم الفيديو، خديت هنايا فقط 150 غرام ديال الكاوكاو اللي قليته بطبيعه الحال. كنطحنوه مزيان حتى كيطلق، وزدت عليه واحد المغرفه كبيره ديال السكر سنيده، شويه ديال القرفه، ومن بعد كنبقى نطحن حتى كنتحصل على هذه العقده. وصافي كندير البريوات. انا درت 6 ديال البريوات و6 ديال المحينشات. شفتوا المحينشات كي كيجيو، وان شاء الله الا بغيتوا انني نشارك معكم الطريقه ديالهم غنشاركهم معكم. وبالنسبه للكميات ديال انا درت البصيله بالكاوكاو ماشي باللوز، لان هاد البصيله سهله وفي نفس الوقت اقتصاديه وديال الدراوش، لان بزاف الاخوات كيطلبوا مني انني نشارك معهم وصفات الاقتصاديه ديال الدراوش. الكميه ديال الكاوكاو عندي هنايا 600 غرام ديال الكاوكاو بطبيعه الحال. من بعد ما كنحمروه مزيان، ومن بعد كنجيبو وكنديرو في الهاشوار وكنهرمشوه، وكنزيد عليه واحد 2 مغارف كبار هكا ديال السكر او مغرفه وحده وشويه ديال القرفه، وكنزيد شويه ديال الليدام على الكاوكاو. صافي غنخليه على جنب. والزيت اللي طلعت هكاك الفوق خليتها غادي ندهن بها البسطيله. وبالنسبه للدغميره راكم شفتوها جات ناشفه وجات بنينه. وفي الاخير نسيت ما ذكرتش معكم، راني زدت شويه ديال السيبيسه وشويه ديال العققله او حبه الهيل، غير خفيفه ماشي بزاف، ولكن فاش كانت كطيب الدغميره حيت الا درت في الاول راه غادي يطلق ليا المروره حتى الاخير. راه سبق لي وشاركت معكم بسيطلات صغار بكل التفاصيل غادي تلقاوهم كاملين في القناه ان شاء الله. هنا كنجيب الورقه ديالي ديال البسطيله كيف كتشوفوا. الاولى راكم شفتوها راه كبيره، القياس ديالها راها معروفه. وبالنسبه للورقه اللي وبالنسبه لهاد الطاوه القطر ديالها كيف ما ذكرت معكم هاد البسطيله من 36 حتى ل 38، غير ل 8 ديال الاشخاص او 6 ديال الاشخاص. بالنسبه لي انا الاسره ديالي متكونه غير 6 ديال الاشخاص. هاد البسطيله راه كافيه ل 8 ديال الناس. كنتو غادي تكونوا 8 ديال الناس غديروا 8 ديال البريوات 8 ديال المحينشات. المهم داكشي تيبقى على حساب الاسره ديالكم او العائله ديالكم. صافي هنايا كنجيب هاد الصينيه. شوفوا معايا خاصكم تجيبوا واحد الصينيه تكون هكا مسرحه، من الاحسن ما تكونش غارقه بزاف. صافي وكنستف الورقه كيف ما كتشوفوا معايا. من بعد ما كنحلها دائما الجهه الرطبه كتكون اللي كتكون رطبه مزيانه كتكون لتحت والحرشه كتكون لداخل، وكندهن بشويه ديال الليدام اللي كنت مخلياه. صافي وهنايا كنستف داك الدجاج من بعد ما كنحيد له العظومه كاملين وما كنقطعوش رقيق، خاص يكون شويه باين. كندير الطبقه ديال الدجاج كله، ومن بعد كنزيد الطبقه ديال الدغميره كلها كيف كتشوفوا كنوزعها، وكذلك الطبقه الاخيره والثالثه هي ديال الكاوكاو. بغيتوا ديروا اللوز ديروا اللوز، بغيتوا ديروا كاوكاو ديروا كاوكاو. انا بما ان ذكرت معكم هذه البسطيله سهله واقتصاديه ديال الدراوش، كملت معكم الوصفه ديالي حتى الاخر اقتصاديه ان شاء الله. صافي وهنايا فاش استفت مزيان الكاوكاو هنايا
كنبقى نطلع ديك الورقه. راه ما كانتش كثيره الورقه، شوفوا تبارك الله كي كتبان بسطيله، كتبان تبارك الله كبيره وجات متيوله ومقاده. صافي داك اليدام كنديرو بهذه الطريقه باش هكا كتجينا مقرمشه. بالنسبه ليا انا هاد البسطيله راني موجداها بالليل، غنخليها في الثلاجه، عاد غد ليه عاد غنطيبها. كنتو غادي طيبوها مباشره، تقدروا انكم ترشوا بالسكر ثقيل مع شويه ديال القرفه باش كتجيكم مقرمشه. انا دهنتها غير بديك الزيت. صافي من بعد ما جمعت مزيان الورقه، نزيد الورقه في الاول في الوسط كما كتشوفوا، من بعد غادي نزيد 3 ويعني غيجيو هكا مقسومين باش كنلمط مزيان البسطيله. صافي غنخليها في الثلاجه حتى الغدين ان شاء الله وغنطيبها ونكملها معكم. صافي هنايا انايا دهنت مزيان البسطيله بالزيت، ومن بعد كنتقبها واحد شويه باش هكا ما تفرقعش لينا في الفران. والفران كنسخنوه من قبل مده ديال 20 دقيقه على النار اللي تكون عاليه. من بعد كندخل البسطيله الفران كنخليها طيب على النار اللي تكون عاليه مده ديال 15 دقيقه، ومن بعد كنقص النار تكون مهيله باش كطيب على خاطرها باش كتاخذ داك التحميره وكتجينا مقرمشه من الداخل. والمده ديال الطياب خدات معايا تقريبا ساعه كامله على المهل. وصافي من بعد حتى دوك المحينشات حمرتهم في الفران وعسلتهم. الا بغيتوا الطريقه غنشاركها معكم ان شاء الله في القناه. بالنسبه للتزيين بسيط بزاف، انا كنت باغيه انني نزين احسن، ولكن بما ان بنتي قمر ما خلاتنيش انني نقوم بالتصوير كيف ما بغيت، درت الطبسيه هكا في الوسط والجوانب دهنتهم بالعسل وزدت عليهم رقائق ديال الكاوكاو اللي محمر. ومن بعد زينت في الوسط هكا بالسكر ثقيل ودرت دوك البريوات ودوك المحينشات والنوكا. تزيين دائما تيبقى على حساب الذوق ديالكم. فتيكون هذا هو الشكل النهائي ديال البسطيله اللي شاركت معكم. قسمت معكم واحد المرصو باش تشوفوا كي جات من الداخل، كتجي الصراحه غليظه وفي نفس الوقت داك الدجاج باين ما كيجيش فتي، يعني ما كيجيش رقيق بزاف، خليته باين شويه صراحه كيجي فتي وطايب. وفي نفس الوقت البسطيله كتجي معلكه وبنينه بزاف. كنصحكم تجربوها بهذه الطريقه، فعلا كتستحق التجربه. وهاد البسطيله راه كافيه ل10 الناس ماشي غير 8 الناس، واخا القطر ديالها كان فيها 36 حتى ل 38 تقريبا هكا فيها، ولكن جات كبيره وجات بنينه بزاف. فغنخليكم مع فيديو جديد ووصفات جديده. دمتم في امان الله وحفظه والى اللقاء.